وصباح الخير على متابعيني. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجه نباتيه، حاجه صيامي، علشان احنا طبعا دلوقتي كلنا صايمين. عملت لكم النهارده احلى بصاره. البصاره عباره عن حاجه يعني سهله جدا. فول مدشوش وكزبره وبصل وتوم، بس كده. هتعملي ايه؟ هتجيبي الفول تغسليه حلو قوي وعلى ميه هتبقى مغليه، هنحط الفول وعليه الخضار وعليه البصل والثوم. يلا نعملها مع بعض ونشوف احلى بصاره. نبتدي بقى كده مع بعض، نحط الحله فيها ميه على النار، ولما تغلي احط الفول المدشوش اللي انا غسلته اهو. كميه انا حطيت هنا نص كيلو فول مدشوش، وحطيت كمان بصلايه متقطعه وتوم، بصل وتوم، وهحط كمان خضره، بس مش اي خضره، انا هحط كزبره بس. ادي دول حزمتين كزبره انا قطعتهم، غسلتهم وقطعتهم، وهنحطهم على الفول. وهو دي بقى كل المكونات. هسيبهم بقى يغلوا ويستووا، ولما يستووا خالص هنضربهم ونشوف هنعمل ايه. لما تغلي هنوطي عليها ونسيبها تستوي براحتها. احلى بصارة دي ولا ايه؟ هتعمليها باقل التكاليف في بيتك. بعد ما البصارة استوت ده بيكون شكلها كده. هنضربها بقى بالهاند بلندر ونصفيها علشان تكمل معانا. يلا مع بعض. ده كان شكلها بعد ما خلص. هنسيبها بقى على النار شوية لغاية لما تتقل، قوامها يتقل شوية. ده كان شكل البصارة بعد ما خلصت، وانا صفتها عملتها بالهاند بلندر. دلوقتي مش ناقصها غير ان احنا نحيقها بملح وفلفل وكمون وشطة. ودلوقتي نعمل لها التقلية بتاعتها. التقلية دي ايه؟ توم، وهنحط زيت وهنقلي، وهنحط نصه على البصارة ونصه فوق البصارة. هنشوف دلوقتي. مش عارف. نسيت كتير قوي. لغايه بقى لما الثوم يجهز معانا هنحيق البصارة. نحط ايه؟ شويه شطه حلوين، ودي حسب رغبه كل واحد. هنحط الملح،
هحط شويه كمون. واقلب بقى البصاره واسيبها تتقل شويه عقبال ما الثوم يجهز. كده التومه خلاص، هنحط نصها على البصاره وهنسيب النص التاني علشان نزوق بيه الوش. كده البصاره جاهزه معانا، نغرفها في الطباق. صارش دي عشان في حته اهي عملتش، كنت عايزه تتقل شويه. وقها بالثوم. بعد ما خلصنا البصاره وطريقتها سهله جدا، اعمليها معايا خطوه بخطوه ادوق واقول لكم ايه اللي حاصل. انا عامله ليمون مخلل، هبقول لكم طريقته بعد كده في حلقه تانية. وادي الطباق البصاره ويلا ندوق مع بعض. عايزه اقول لكم قد ايه جميله قوي، ما خدتش منكم وقت خالص، يا دوبك هتتسلق وهتتضرب وهتاكلوها في ثواني. مش هتاخد منك مجهود، وهيبقى يوم ممكن تعملي جنبها بطاطس محمره مع مخلل، بيبقى احلى اكله. الاكل ده بيبقى جميل قوي، بيشجع كل العيله ان هي تاكل، وبالهنا والشفا. احلى بصار.